والنهارده قررت اركب اتوبيس وامشي في شارع الهرم. وحصلت المفاجأة، وانا راكب في الاتوبيس راجل كبير طلع خبط في واحد في الزحمة، سرق تليفونه. شاب ابن بلد لمح الموقف، قام مسك في الراجل الكبير ووقف الاتوبيس، مخلاش حد ينزل. الراجل الكبير راح رمى التليفون عشان يطلع من الموقف. الشاب ده نزل يضربه وكان هيموته، وغيران من الموقف. لولا تدخلت وبعدت الشاب ده ابن البلد. الشاب ده ابن البلد اللي هو لما شاف غلط ما سكتش عليه، لما شاف غلط قرر ان هو يقف ويرجع الحق لاصحابه، وادى صاحب التليفون تليفونه. والراجل نزلناه من الاتوبيس علشان الناس ما تضربوش، وعشان الواد ده كان غيران قوي ومتضايق قوي من الموقف اللي حصل. دي شهامة ولاد البلد، ودي الشباب اللي بتاكلها بالحلال وما بتبصش للحرام، ودي الشباب اللي بتقف جنب الحق لحد ما ترجعه لاصحابه. تعالوا نشوف الفيديو، بس حذفنا منه اي مشاهد فيها عنف. يلا بينا نتفرج على ناصر ابن البلد. خلي بالكم يا جماعه من الاتوبيسات، راجل خلاص راجل يبلغ من العمر كذا وحرامي. احترسوا من الاتوبيسات، يعني ده راجل كبير اهو نازل. على فكره تعالى هنا شايفين شكله اهو شكله ده خبط في الراجل. بصوا اهو المنظر اللي انتم شايفينه حاليا قدامكم، ده خبط في الراجل اللي فوق هنا وكان هيسرقه. فالبطل ده اللي شافه يا جماعه، انا صحفي هنزلك معايا، تعالى اطلع كده. الراجل المحترم ده هو اللي شاف الحرامي الذي يبلغ من العمر خلاص هيموت يعني. فخلي بالكم في الاتوبيسات. يعني انا يمكن ليا سنين ما ركبتش اتوبيس، واول ما اركب اتوبيس يبقى في حرامي. كان معكم الصحفي والاعلامي فهد المصري من قلب الاتوبيس بعد ما قفشنا الحرامي وادينا التليفون لصاحبه. فين صاحب التليفون؟ صاحبه في الخط نزل. طيب صاحب التليفون نزل. جريدة الشارع المصري.